حتى أن كتبا امتلأت بنكت بهلول لكن كلها فيها حكم. يوم من الأيام دخل على هارون الرشيد قال: السلام عليك يا الله. قال: لست ذلك. قال: السلام عليك يا جبرائيل. قال: لست جبرائيل. قال: السلام عليك يا رسول الله. قال: لست رسول الله. قال له: إذن انزل، شكو عندك قاعد فوق؟ شنو فرقك عن بقية الناس؟ أنت ربهم؟ أنت جبرائيل؟ أنت نبي؟ شو صاعد فوق؟ يوم من الأيام شاف أحد الوزراء دا يجي يشرف على مسجد دا يبنونه. قال له: هذا شنو؟ قال له: مسجد. قال له: لمن تبني المسجد؟ قال: الله، قربة الله تعالى. قال: إذا ما في زحمة اكتب اسمي عليه. قال: أنا ابني مسجد، أخلي اسمك؟ قال: إذا لله الله ما يضيع عملك. قال: ما يصير. اجى يوم آخر شاف مخلين الكتيبة، شايفين أحيانا يكتبون: بناه الخاقان ابن الخاقان الكذا الوزير هذا المسجد، ومن يعمر مساجد الله فإنها من تقوى القلوب. اجى بالليل راح على واحد خطط له فدلافته أن هذا المسجد قد بناه البهلول ابن عمرو، وراح بالليل ولصقه ذاك المكان وشال الكتيبة. الكتيبة يبدو كانت من الحجر من شيء، وأخذه في كيس. الشرطة بالليل اللي كانوا يقومون بالحراسة في المدينة شافوه شايل فتشي في كيسه. بهلول: شنو عندك؟ قال: جناب الوزير. أي وزير؟ قال: هذا الوزير. شافوا كتيبة مال المسجد أخذوا للسجن. يوم ثاني خبروا الوزير أنه هذا المسجد اللي أنت بنيته لله، مثل ما ادعيت إن الله لا يخدع عن جنته. تقدر تخدع الناس بس تخدع رب العالمين. المهم أن هذا منزل الكتيبة ومخلي اسمه، روحوا جيبوه. قال له: ها مسجد أنا يا ابني تخلي اسمك؟ قال: ما عندي شيء وياك، بس ردت أقول لك كذاب. بس هذا المسجد مو لله، هذا للسمعة. الآن الناس قد يظنون أنه بنى هذا العمل لله، الحقيقة يوم القيامة تبين كما هي.